اهلا بيكم وحلقه جديده من بودكاست كله في الرصيد عشان الخير يزيد. النهارده معانا حلقه مختلفه ومتميزه ومهمه وبتهم كل مواطن مصري عشان وهو بيحط الخير يعرف حطه فين وجاي منين وهيكسب ايه ويزود حصلته بالخير الكتير. بس قبل ما نبتدي حلقتنا اسمحوا لي ان انا ارحب بصديقي وشريكي في البرنامج حسام. ازيك يا حسام؟ ازيك يا بسنت، ومبسوط ان احنا شركاء في كل مواطن النجاح في الحياة، واهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين وبودكاست كله في الرصيد عشان الخير يزيد. خدوا بالكم واحنا بنتكلم كله في الرصيد عشان الخير يزيد، كل حاجة بتعملها في يومك فيها خير ونية صالحة وعمل طيب ومتوجهة كده منك لربنا علشان خاطر تسعد بيها ناس كتير، ده حقيقي كله في رصيد الخير عند ربنا. يعني الرصيد ما بيضيعش يا حسام أكيد ولا طبعا يا الخير ما بسنت. بيقلش مهما عملت منه؟ بيقول لك لا ينقص صدقه من رزق، صح يا أكيد حسام؟ طبعا. عشان كده النهارده انا محضره لك مفاجاه ان انا جايه بخيري معايا اللي انا عملته النهارده، وهجيب معايا حصلتي عشان ادعو كل المشاهدين الحلوين اللي بيعملوا خير كتير علشان يجيبوا الحصاله جنبهم ويحطوها جنبهم كده عشان تفكرهم دايما بالخير اللي بيعملوه. وانا النهارده جايبه الخير بتاعي واحطه عشان انت عملت خير المره اللي فاتت، بس ايه يعني اتعديت منك، فقلت اجيب في حصلتي خيري معايا وهحطها من هنا ورايح عشان تفكرنا بعمل الخير الجميل، لان السلوك الطيب عدوى. خلوني اقول لكم بس انت ترجمت اللي انا قلته لحضراتكم المره اللي فاتت في فكره ان كل حد يجيب حصاله ويحط فيها الورقه اللي بيحط فيها، بس لازم نعرف هي بسنت ايه الخير اللي عملته وحطيته في حصالتها النهارده، ده بيقول ايه؟ بعد الحلقه بقى بقول لك عليها. خلاص احنا عشان نقول ان الحسنه مخفيه فخلاص هنستنى بعد الحلقه، مفيش مشكله خالص يا بسنت، عينينا ليكي طبعا. رغم طبعا الحسنه لازم تبقى مخفيه ولازم تبقى يعني تعملها وانت كده يعني مكتم عليها، بس انا دايما بقول يا حسام ان السلوك الطيب عدوى، وانا من انصار الناس لما بتعمل خير توضحه وتبينه وتشهره علشان الناس تتعلم من بعضها، لان السلوك عدوى. ممكن انت تكون عايز تعمل خير بس مش عارف تبتديه ازاي او تعمله ازاي او تعمله فين او مين اللي يستحقه. عشان كده انا دايما بقول ان لما تعمل خير بعد ما تعمله اعلن عنه ووريه للناس علشان غيرك يستفاد منه وتساعد غيرك ان هو كمان يعمل خير. خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا وتجربه شفتها في المدارس، انه فكره الحصاله دي او فكره التكافل بتحصل جوه كل فصل من الفصول، وده في المدارس اللي شويه عندها ثقافه العمل الخير اللي بتوصله لاولادها. احنا بنشوف الاولاد في الفصل كل يوم بيحطوا اللي عندهم من خير، وبيجوا اخر الشهر بيشوفوا الخير ده يطلعوه فين. يطلعوه في تبرع لمستشفى، يطلعوه في تبرع لمسجد، يطلعوه في مساعده واحد صاحبهم تعبان، يطلعوه في مساعده صاحبهم والده او والدته او في حاجه واحتياج، من غير ما الباقي يعرف هي الفلوس دي راحت فين. وده امر مهم جدا ان الخير نشوفه في ولادنا من صغرهم. خدوا بالكم اللي بيتربى في ولادنا النهارده هنشوفه بكره في تنميه للبلد، هنشوفه بكره في خير بالزملاء بينهم ما بين بعض، هنشوفه حتى جوه الاسره نفسها. حقيقة حسام بيقولوا لك قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والنشء إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. وعلشان كده أنا بدعو لكل الأسر المصرية الجميلة، الأب والأم اللي يكونوا قدوة لأولادهم في المدرسة، نبقى قدوة لأولادنا في المدارس. إحنا نعودهم على فعل الخير، نعودهم على التطوع، نعودهم على الصدقة حتى في الابتسامة وجبر الخاطر. علشان كده أنا بدعوكم كلكم تحطوا الحصالة جنب السرير بتاعك كده وتيجي آخر اليوم وتكتب أنت عملت خير إيه النهاردة، راضي عن نفسك في عمايل الخير. عايزين كده كل يوم خيرنا يزيد ويكبر علشان هو ده اللي بنمشي بيه وببركته. خليني اقول لك اتفقنا او اختلفنا مع الترند الاخير اللي كنا شفناه من شهر ونص بتاع الفتاه اللطيفه الجميله اللي عملت الخير ويعني اختاروها سفيره الرحمه، لكن خلينا نقول لكم انه مش عايزين الموضوع يقتصر على حاله فرديه، خلوه يبقى موجود في حياتنا اليوميه. وانا مصر انه لازم نبدا من خلال ولادنا، وما عندناش ادنى مشكله لو احنا بنتكلم عن المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ان يبقى في جينيور جوه المؤسسات دي بيوصلوا لاقرانهم كل فعل الخير اللي بيعملوه. ما عندناش ادنى مشكله النهارده ان نشوف ايه المشكله، ودي ده بجد مبادره النهارده جت على بالي دلوقتي. ايه المشكله ان نلاقي جمعيه اهليه حتى ولو القائمين على تاسيسها هو حد عاقل او بالغ، لكن كمان خلوا الجمعيه يبقى مجلس ادارتها كله
من الولاد الصغيرين اللي جوه المدارس وجوه المؤسسات التعليميه. عايز اقول لكم ده بنشوفه في الاسر جوه الجامعات، لكن خلونا نبدا ان كل مدرسه يكون جواها جمعيه اهليه. ايه المشكله؟ ده مبادره الله، لطيفه دي جدا. مبادرة حلوة جدا يا حسام، وده هتخلينا، وده يمكن هنتطرق له إن شاء الله بإذن الرحمن في الحلقات اللي جاية، إزاي نقدر نكمل بعض بأفكارنا، بأفعالنا، بخيرنا. بس قبل بقى ما تدخلنا كده في الأفكار والمبادرات، خلينا نقول هدف الحلقة النهاردة، وهو هدف مهم جدا. ناس كتيرة مش فاهمة الفرق ما بين المؤسسة والجمعية، مش فاهمة إزاي تنشئ المؤسسة وإزاي تنشئ الجمعية. دي لا تهدف الربح ودي لا تهدف الربح، بس المصطلحات مختلطة والناس مش فاهمة الفرق. ممكن بقى حضرتك تفهمنا ايه الفرق الواضح والصريح في القوانين وفي التأسيس ما بين الجمعية وما بين المؤسسة؟ خليني اقول لك سؤالك مهم جدا يا بسنت، وطبعا اكيد بيهم كتير جدا من الساده المشاهدين، سواء اللي عارفين ان في جمعيات وفي مؤسسات بيتعاملوا معاها او بيقدموا لها الخير، او اللي حابين كمان ان هم يشهروا مؤسسه او يشهروا جمعيه. خلينا نقول ان في قانون حاكم للعمل الاهلي في مصر، او منظم للعمل الاهلي في مصر، اللي هو القانون 149 لسنه 2019، وكمان اللائحه التنفيذيه للقانون اللي صدرت في 2021. وهذا القانون، قبل هذا القانون كان في يعني حاجات كتير واختلافات كتيرة جدا في فكرة المؤسسة والجمعية وفكرة مصادر التمويل لكل اتنين. لكن لما جه القانون ده نظم حاجات كتير جدا، وعمل حاجة مهمة جدا 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 اسمها توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات. احنا كنا شايفين جمعيات عبارة عن يافطة ومؤسسة ما بتعملش أي حاجة في الحياة. القانون ده لما جه قدر ان هو ينظم ده بشكل كبير جدا وبشكل حقيقي. خليني اقول لك يا بسنت ببساطه، الجمعيه الاهليه على الاقل لابد ان يكون مؤسسين هذه الجمعيه 10 افراد على الاقل. ده اقل عدد ممكن اقل عشان عدد تأسس جمعية. اقدر ان انا ابدا واسس بيه الجمعيه. الجمعيه بتقوم على فكره التبرعات، وعلى فكره انه في مجلس اداره للجمعيه، وعلى فكره ان الجمعيه عملها او هدفها هو هدف خيري ورعائي، يعني بتشتغل على فكره الرعايه بشكل اساسي. لما نيجي للمؤسسه، المؤسسه ممكن يقوم بها فرد، يعني يشهرها او ينشئها فرد، او يقدر ينشئها عدد من الافراد. ليس له عدد، مش هقدر اقول 3 أو 4 أو 5، بس لا، لازم مجموعه من الناس عدد اتفقوا. فردي. عدد فردي، لا، او عدد فردي او زوجي، العدد الفردي او زوجي في مجلس الامناء. انا بتكلم على فكره التاسيس. هنا مجموع المؤسسين لا يقل عن 10. هنا ممكن فرد يقوم بجمعيه، او ممكن كمان مؤسسه تقوم باشهار المؤسسه. يعني ممكن يكون عندنا رجل اعمال كيان يقدر ان هو يشهر المؤسسه، لانه بيشتغل مثلا في فكره تحقيق هدف معين من وراء المؤسسه، خدمه المجتمع اللي موجوده في الجمعيه، اللي موجوده في نطاق العمل بتاعه. فهنا 10 افراد، هنا ممكن فرد او اكتر، هنا اشخاص طبيعيين، هنا اشخاص طبيعيين واشخاص اعتباريين في المساله. طب خلينا نقول ان نرجع تاني ونقول ان الهدف الاساسي من انشاء مؤسسه مجتمع مدني، جمعيه خيريه او مؤسسه، هو الهدف التواصل مع المواطن وسد احتياجاته، التكافل زي ما بيقول. صح يا حسام؟ عشان كده اللي انت بتقوليه ده مظبوط جدا. عشان كده الجمعيه الاهليه بيدخل فيها، ممكن نلاقي كلمه جمعيه خيريه من وراء كلمه الجمعيه الاهليه، الجمعيه الاهليه الخيريه. هنا الجمعيه بتقوم على فكره فعل الخير، وبتقوم على فكره جمع التبرعات وتوجيه هذه التبرعات لاعمال خير واعمال تكافل. المؤسسه بتقوم على نفس الغرض ونفس الشيء، بس ما بتقومش على التبرعات. بتقوم على تبرعات القائمين عليها او مؤسسين هذه المؤسسه. طب خلينا تاني نقول، يعني فكره الجمعيه الاهليه ان هي بتقوم على التبرعات، بتتيح للجمعيه الخيريه ان هي تستقبل كل التبرعات. طب الرقيب على هذه التبرعات يا حسام، ازاي اقدر ان انا اقول ان التبرعات دي رايحه في مكانها الامن او المسار الامن فعلا لعمل الخير؟ خليني اقول لك يا بسنت، سؤالك مهم جدا جدا، وزي ما قلنا في البدايه وهنقول دايما على طول ان في قانون منظم. هذا القانون كمان في مواد بتراقب دخول وخروج الاموال او التبرعات جوه الجمعيات وجوه المؤسسات. حتى لو انا هاخد منحه من بره، او حتى هاخد منحه من داخل الدوله المصريه من خلال وزاره التضامن الاجتماعي، مجالس من المجالس اللي ممكن تكون بتدي منح في امور معينه. عايز اقول لك انه الجمعيه والمؤسسه بيبقى لها حساب بنكي بتدخل عليه التبرعات، وبتخرج منه كمان اوجه الانفاق، وبيبقى في تقارير دوريه سنويه للافصاح عن حجم التبرعات اللي دخلت الجمعيه وحجم واوجه الانفاق اللي خرجت، وده تحت مظله وزاره التضامن الاجتماعي والاجهزه الرقابيه. وده بيقول لك ان الامور حاكمه بشكل كبير جدا. عشان كده لو بنتكلم على كله في الرصيد والخير يزيد، ان الناس تبقى عارفه
عارفه توجه مصادر تمويلها ازاي، مصادر فلوسها ازاي، ومصادر تبرعاتها ازاي عشان خيرها يبقى موجود بشكل حقيقي. خليني برضو اتكلم معاك يا حسام من اهم الاشكاليات اللي بنقابلها او الاسئله اللي بتدور في ذهن المواطن المصري المتبرع اللي بيطلع من قوت يومه كده علشان يروح يتبرع لجمعيه اهليه. انت طمنتني اولا ان في رقابه تامه وشامله وحاسمه فوق الاموال اللي بتدخل البنوك، ولكن خلينا نقول ان في ناس ما بتوصلش ان هي تتبرع في البنوك. يعني مثلا في بعض الجمعيات الاهليه اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره بيبقى في اعلانات، ولو عايز مثلا انت تتبرع بحاجه بيجولك لغايه البيت علشان ياخدوا منك الحاجه ديت. طب ازاي المواطن المصري يضمن ان هو بيتبرع للحاجه او بيتبرع بهذه الاموال او الملابس او اي حاجه، الحاجات الماديه، يقدر يعرف ان هي راحه فعلا في المسار الامن؟ هل مثلا بيبقى فيه فواتير استلام؟ هل بيبقى دي تحت رقابه معينه ولا بتبقى العمليه ماشيه ازاي؟ عايز اقول لك بس انا بشكرك جدا على سؤالك ده، واكيد هشكرك طول الحلقه والحلقات اللي جايه، لان انت بتحطي نفسك مكان المواطن اللي بالفعل احنا محتاجين نوعيه بشكل كبير جدا. وهنا خليني اقول لك، المواطن قبل ما بيفكر انه يتبرع هو هيتبرع ليه وهيتبرع لمين وازاي يحكم عمليه تبرعه. اول حاجه، انت عمرك ما هتفكري تتبرعي بشكل عشوائي، انت هتكوني بتشوفي الاول الجمعيه او المجال اللي انت حابه تتبرعي له. انت النهارده والله الخير بتاعك طالع لمرضى السرطان، الخير بتاعك طالع لرعايه الفقراء، الخير بتاعك طالع لمرأة معيله. انت نمره واحد بتشوف الجمعيات اللي شغاله في المجال ده وايهما اكثر مصداقيه وايهما ناس شغاله على ارض الواقع، الناس اللي بتحترم ادميه وحقوق الناس، في كمان ان الجمعيات اللي عندها افصاح حقيقي عن ميزانياتها وتبرعاتها. ده نمره واحد، انت بتختاري الجهه اللي انت هتتبرعي لها. طيب نمرة 2، اولا لا، وده الكلام ده لكل الناس اللي بتفكر ان هي تتبرع، ما ينفعش تتبرع الا لما تاخد ايصال بقيمة تبرعك، وتضمن ان الايصال ده ايصال مسلسل عليه رقم مسلسل، والايصال مختوم بختم الجمعية او المؤسسة وعليه رقم اشهار الجمعية والمؤسسة. ومفيش ما يمنع تماما ان انت تطلب من الجمعية او المؤسسة الاشهار بتاعها والتوثيق القانوني وتوثيق الاوضاع بتاعها علشان خاطر تضمن ان خيرك رايح بشكل صحيح. طب انت تتبرع بشيء عيني، هو نفس الامر، هو بيديك ما يفيد ان هو استلم منك اشياء عينيه وهتروح لفين. وخدي بالك كمان مفيش ما يمنع كمان ان انت تروح لغايه المؤسسه او الجمعيه، خاصه الجمعيات اللي شغاله في رعايه الايتام ورعايه ذوي الاعاقه ورعايه المسنين، وتشوف ده بعينيك وبتعيش معاهم يوم كامل وتقدر تتبرع جوه مقر الجمعيه. على فكره ده نوع من انواع التبرع الجديد اللي احنا لسه بنسمعه، يعني جديد على ودنا، ان انت بتتبرع بوقتك او بمجهودك او بجبر الخواطر. ده نوع من انواع التبرع. ولكن انت حددت مهم جدا يا حسام، ان انت قلت ان انت بتسال وبتشوف الاخبار وبتشوف الانجازات اللي عملتها الجمعيه عشان تتبرع. ولكن هرجع واقول لك، لان انا بتكلم بلسان حال المواطن المصري، لان في انواع من التبرعات جديده علينا، ان انت مش قادر تروح تتبرع بفلوس. في حاجات كمان زي الريسايكل، انت بتوضب بيتك فبتكتشف ان انت عندك هدوم مش محتاجها، بتكتشف ان انت عندك ادوات منزليه مش محتاجها، بتكتشف ان انت عندك بعض الحاجات الماديه اللي موجوده في بيتك انت مش محتاجها. ما كنت فاكر الاول ان هي ملهاش قيمه، انما فوجئنا في الفتره الاخيره ان مثلا يقول لك حتى لو عندك ورق كراريس قديمه، كتب قديمه، وده انا بشجعه جدا، لان دوت بيحافظ على كمان نظافه المجتمع. ان بيبقى في حاجات احنا بنوجه في الخير، ان في حاجات لسه دي مستحدثه جديده كان زمان ممكن نرميها، انما دلوقتي ممكن تنفع غيرنا لان بتدخل في اطار الانتاج واعاده التدوير. ولكن انت برضو قلت نقطه مهمه جدا محتاجين ان كل مواطن يعرفها، وانت بتتبرع في ايصال بتستلمه من الجمعيه اللي انت بتتبرع بيها، بيكون عليها رقم الاشهار، بيكون عليها البريد الالكتروني، بيبقى محطوط عليها رقم التواصل مع الجمعيه، علشان اعتقد يا حسام ان يبقى التبرع رايح في المكان او المسار الامن. اكيد طبعا يا بسنت. نقطه تاني مهمه لازم نعرفها، ودي دعوه لكل الناس الموجودين في المحافظات. بصوا، كل المحافظات فيها مستشفيات وفيها جمعيات، دوروا على الجمعيات اللي موجوده جوه محافظاتكم عشان هي هتكون اقرب لتبرعكم واقرب كمان لفكره الشفافيه. انت شايف شغل الجمعيه بشكل حقيقي وعلى ارض الواقع. في محافظات فيها معاهد للاورام، وفي محافظات فيها مستشفيات لحاجات معينه، مستشفيات للاطفال، مستشفيات لمرضى الجذام، مستشفيات لرعايه المسنين، في محافظات فيها دور لرعايه المراه المعيله والمراه المعنفه ورعايه الاطفال.
كله ده احنا محتاجين نوسع من دايره الخير بتاعتنا، لانه خليني اقول لكم بصراحه، وخليني اقول لك يا بسنت، عندنا مشكله كبيره جدا. عندنا مشكله، واحنا في برنامجنا هدفنا نوعي الناس كلها. انت ممكن كله يوجه الخير لحته معينه، دي حقيقة. والحته المعينه دي ممكن الخير يكون موجود فيها ويفيض ويزيد وكل حاجه، وبنغفل جهات تاني او مناطق تاني هي، او بنغفل مجالات تاني ممكن نبقى محتاجين التبرع فيها. عشان كده خلونا واحنا بنتبرع ننوع تبرعنا. لو احنا في عيله واحده، انا وبسنت جوه عيله واحده، بسنت اتبرعت في مجال معين، انا اوجه تبرعه لمجال تاني وادور عليه، عشان خاطر ده بيخلي التكافل اكبر واعم واشمل. وده دور الاعلام برضو يا حسام. يعني احنا برضو للاسف الشديد في جمعيات كتيره وفي مصادر كتيره جدا لعمل الخير، بس ما عندهمش المقدره او العباءه الماليه اللي يخليهم يعلنوا عن نفسهم. فللاسف احنا لما بنوجه الخير زي ما انت قلت بنوجه في مكان واحد في مصدر واحد عشان بنستسهل. لا، انا بدعو من برنامجنا كله في الرصيد عشان الخير يزيد ان انت تدور وتتعب شويه على اماكن تتبرع فيها. يعني ما تاخدش بكل اللي موجوده في الاعلانات، لان دول هم طبعا ناس محترمه وكبار وكل حاجه، بس هم عندهم من المقدره اللي يعلنوا عن نفسهم. انما في اماكن كتيره جدا زي ما حسام قال، وفي امراض متخصصه كتيره جدا، وفي ناس منسيه. احنا دورنا ان احنا نفكر الناس بالاماكن المنسيه لعمل الخير، زي ما انت قلت مرضى الجذام، حاجه يعني صعبة جدا جدا، وفي فئات كتيرة جدا مهمشة ومنسية. فاحنا دورنا زي ما حسام قال، وزي ما انا بأكد، وزي ما العقل بيقول، وزي ما الدين بيطلب مننا، وانت بتعمل الخير ما تستسهلش. نوع من انواع الرصيد بتاعك اللي بيزيد ان انت تدور بصدق وتدور بصعوبة على الأماكن اللي غيرك ما راحهاش وانت تروحها. عشان كده بس انت هرجع تاني لمضمون الحلقة في البداية، فكرة الجمعية والمؤسسة. خدوا بالكم وانتوا بتدوروا كده لازم تعرفوا حاجة مهمة جدا. الجمعية بشكل كبير جدا بتقوم على فكرة العضوية. المؤسسة بتقوم على فكرة انه الجمعية بتقوم على فكرة التمويل والعضوية. المؤسسة بتقوم على فكرة الأعضاء اللي موجودين فيها بشكل كبير جدا. خلينا أقول لك انه الجمعية ليها مجلس إدارة منتخب، المؤسسة ليها مجلس أمنا، الجمعية ممكن يدخل فيها عدد كبير جدا من الأعضاء من خلال الاشتراكات. مجلس المؤسسة ليها مجلس أمنا مش يحدد برقم فردي، ومش فكرة مش فكرة الاشتراكات قايمة عليها. يعني ببساطة خلينا نقول كده إنه الجمعية مجموعة ناس قرروا يجتمعوا مع بعض لخدمة المجتمع. المؤسسة مجموعة ناس اجتمعوا مع بعض لخدمة قضية أو خدمة هدف معين. ليه؟ يعني لأنه هنا ببساطة بس عشان أكمل الجملة دي، هنا بنقوم على اشتراكات في الجمعية. الجمعية العضو بيدفع وده اشتراك، بيبقى مصادر دخل الجمعية، مصادر دخل للجمعية، ويحق ليه بدفع الاشتراك انه يكون عضو في الجمعية العمومية للجمعية اللي بتختار رئيس مجلس الإدارة وبتختار أعضاء مجلس الإدارة، ودي بيبقى مدتها 4 سنين، واللي يجوز لهم يعقدوا مؤتمر طارئ لإسقاط الثقة أو سحب الثقة من رئيس مجلس إدارة الجمعية لو حصل إن في مخالفات، أو حصل إنه ما التزمش ما كانش فيه التزام من مجلس الإدارة بالأهداف اللي أنشئت وأقيمت عليها الجمعية. خليني أقول لك في أمر مهم جدا، إنه الجمعية الاشتراكات دي في جزء بيقوم ده مصادر لتمويل الجمعية. المؤسسة لا، المؤسسة ممكن الفرد نفسه هو اللي بيقوم بتمويل هذه المؤسسة. الاشتراكات اللي بتدفع في الجمعية يقول لك إن كل حد دفع اشتراك عشان يبقى عضو في الجمعية أصبح ليه صوت جوه الجمعية العمومية. الجمعية العمومية جوه الجمعية الأهلية هي اللي ليها حق تجيب رئيس مجلس إدارة والأعضاء، وهي اللي ليها حق كمان تسحب الثقة من خلال مؤتمر طارئ علشان خاطر لو المجلس الإدارة ده ما التزمش بالأهداف اللي قامت على أساسها الجمعية. نقدر نقول كده ببساطة إنه الجمعية مجموعة ناس اتفقوا مع بعض علشان قرروا إن هم يوجهوا كل اللي حاصل للتبرعات والخير. المؤسسة مجموعة ناس اتفقوا مع بعض علشان تحقيق أهداف تخص الكيان بتاعهم أو خدمة المجتمع. هنا مجموعة عدد لا نهائي من الناس أعضاء. هنا مجلس أمناء بيقدر إن هو يدير حركة المؤسسة. في الجمعية الأعضاء ليهم حق إسقاط مجلس الإدارة. المؤسسة هنا الجمعية فيها مسقط مجلس الإدارة ده منتخب، المؤسسة لا، المؤسسة هو مجلس أمناء قائم على إدارة هذه المؤسسة، وبيتم بالاختيار وبيتم بالتوافق وبيتم بحاجات كتيرة جدا بشكل داخلي بينهم وبين بعض. طب خلينا نقول في نقطة برضو أنا بتكلم بلسان المواطن المصري البسيط اللي هو رايح يعمل خير ويزود في رصيد خيره. دلوقتي لما أنا بدعو إني مثلا لو واحد متبرع، حلو جدا إن هو يدخل في الجمعية الأهلية ويبقى عضو فيها، لأن العضوية الجمعية بتديك يعني مساحة إن أنت لرقابة الخير رايح فين،
صح يا حسام؟ اكيد طبعا. يعني دلوقتي الجمعيه الاهليه بتقوم على التبرعات الواضحه الصريحه ان انت تقدر تجمع مال علشان تقوم بعمل الخير او تسد فجوه احتياجات المواطن المصري. انما المؤسسه هل برضو فيها مجال ان انت تجمع التبرعات ولا طبعا. كلها طبعا. تبقى قايمه على رئيس مجلس الامناء اللي بيأسسها والمساعدين ليه او اللي معاه؟ ليكي حق بتجيبي حاجه اسمها ترخيص جمع مال، وبتقولي ترخيص جمع المال ده موجه لايه. ليكي حق كمان تاخدي ما يسمى صفه النفع العام علشان يبقى لك دور كمؤسسه مهم جدا كمؤسسه وكجمعيه، علشان خاطر يبقى لك دور مهم جدا في خدمه المجتمع. بصي الاثنين بيتشابهوا في كل الامور المنظمه لعمل الجمعيه والمؤسسه. الاختلاف بيبقى مجلس الاداره هنا منتخب، فيحق الاعضاء الجمعيه اسقاط هذا المجلس او انتخاب غيره او تجديد الثقه فيه من خلال الجمعيات العموميه. هنا مجلس الامناء هو مجلس قائم بذاته ومستقل بيقوم باداره هذه المؤسسه كما يتراءى له. الاثنين ليهم حق جمع التمويل او التبرعات، بس عايز اقول لك الفرق انه الجمعيه دايما بتبقى اقرب لفكره التبرعات لانها بتشتغل على خدمه المجتمع، والاعضاء كمان فيها من الشارع او من المجتمع. لكن المؤسسه بتبقى مجموعه من رجال الاعمال، مجموعه من الناس اللي هم المثقفين، مجموعه من الخبراء قرروا ان هم يعملوا مؤسسه لخدمه هدف معين، مؤسسه للثقافه، مؤسسه للعلوم، مؤسسه لتنميه المجتمع، ايا كانوا بيقوموا هم ممكن يخصصوا جزء من زكاه مالهم مثلا على خدمه المجتمع المحيط بيهم. الاثنين بتحكمهم نفس الادوات الرقابيه اللي موجوده في القانون. بس عايز اقول لك امر مهم جدا، انه كل اللي احنا بنقوله ده وبعد توفيق الاوضاع اصبحت كل حاجه موجوده، سواء جمعيه او مؤسسه بقى لها رقم قومي متسجل ليها هي، علشان خاطر الرقم ده اللي بيبقى موجود في البنك وبيبقى موجود في السجلات الماليه بتاعتها وبيبقى موجود لدى كل مؤسسات الدوله، علشان خاطر اقدر احكم هذه العمليه. النقطه الثانيه والمهمه انه الاثنين ليهم حق يتلقوا تمويل، وكمان التمويل سواء داخلي او خارجي بيخضع لرقابه مهمه جدا في هذه العمليه. يعني مش اي حاجه وخلاص، ومش اي تمويل يدخل وخلاص، لا، عندنا وزاره التعاون الدولي تقدر تقول لك ده، عندنا منح بيتم الاعلان عنها بكل شفافيه وبيتم الافصاح عنها، وزاره التضامن الاجتماعي نفسها بتوجه بعض المنح للجمعيات الاهليه، وشفنا لسه مؤخرا الصندوق الخاص بتمويل الجمعيات الاهليه الصغيره والناشئه علشان خاطر تقدر تقوم على رجليها وتحقق مشروعات. خدي بالك كمان في نقطه تاني، وانا عارف النقطه دي انت هتتكلمي فيها حلو جدا، انه الجمعيات نفسها بتنشئ مشروعات خدميه من داخلها تدر عليها ربح، تعمل مشغل. وانا عارف ان انت كان ليكي دور مهم جدا وزرتي محافظات كتيره جدا، وانا هسيبك انت بقى قولي لنا بقى التجربه دي. لا يعني قبل ما اقول التجربه دي لانها تجربه مهمه جدا، وانا اكتشفت ان فعلا، وهفضل اقول في كل مره وفي كل محفل، ان المجتمع المدني هو الشريك الثالث في التنميه، وهو الوسيط الامين ما بين المواطن المصري والدوله المصريه، وهو اكثر الجهات اللي بتلمس احتياجات الحقيقيه للمواطن وتقدر فعلا تسد فجوه كبيره. ولكن في بعض المصطلحات مش هعديها طبعا، لان يهم جدا كل مواطن مصري ان هو يعرفها. لا خليني بس قبل المصطلحات انت لازم تقولي لنا ولازم تقولي للمواطنين حاجه مهمه جدا. انت لمستيها على ارض الواقع، انت بتدخلي تلاقي مشغل للسيدات، هم بيشتغلوا بيدروا ربح للجمعيه، حضانات. يعني عارف ان انت لمست التجربه دي على ارض الواقع. انا شفت يا حسام في بعض المحافظات وبعض القرى جمعيه هي شايله المكان كله، شايله بقى من دفن الموتى، من افراح، من تجهيز عرايس، من كمان ده في شيء مهم جدا 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 الجمعيات الاهليه بتعمله، ان هي محافظه على التراث المهني للمصريين. يعني انا شفت جمعيات شغاله بس في صناعه التلي اللي احنا هنا في مصر يمكن ما خلاص صناعه اندثرت او ما بقيناش نسمع عنها، ودوت على فكره بدون ما تشعر هي بتعمل دور قومي في حفظ التراث. وعلى فكره الجمعيات دي بتشغل يمكن القريه كلها، والجمعيات ديت المنتج بتاعهم اليدوي اللي بتتميز بيه الصناعه المصريه الحقيقيه ممكن ينقل مصر في حته تانية، ولازم نوجه النظر ليها. ويمكن في الحلقات اللي جايه هيكون لينا باع كبير جدا في ان احنا نوجه ونتكلم ونقول السلوك الحلو للجمعيات الاهليه والنماذج المشرفه اللي قادره لغايه اللحظه اللي احنا موجودين فيها ان هي تكمل المسيره وتحافظ على تراث مصر، سواء في صناعه التلي، سواء في تدوير الريسايكل في حاجات كتيره جدا من جذوع النخل وورق الشجر وشجر الموز وحاجات. احنا يعني كنت محظوظه ان اهم محطه في حياتي كانت
كانت المحطة اللي اشتغلت فيها في المجتمع المدني، وان انا زرت تقريبا ال 27 محافظة بكل بقى الجمعيات اللي موجودة فيها، وكان ليا نصيب كبير جدا وحظ كبير جدا ان انا اشوف حاجات عمري ما شفتها. ولكن هرجع تاني واقول لك للمصطلحات المهمة جدا اللي كان الفترة الأخيرة كلنا بنقولها والناس مش فاهمة. توفيق الأوضاع، يعني إيه جمعية توفق أوضاعها؟ وأنا عرفت بعد توفيق الأوضاع، وكان السيد الرئيس وكانت الدولة المصرية كريمة جدا 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 مع المجتمع المدني لما عملت توفيق أوضاع، لأن احنا عارفين إن كان المجتمع المدني في فترة بيشتغل بعشوائية، يعني هو عايز يساعد الناس وعايز يلم شوية فلوس، فابتدى يعملوا جمعيات، والجمعيات تشتغل بشكل غير منهجي، ولكن اهو شغالين كده على الله حكايتهم. انما في الفتره الاخيره ابتدى يبقى فيه توجيه حقيقي، ابتدى يبقى فيه قوانين بتحكم العمليه المجتمع المدني، بقى فيه رقابه مشدده، بقى فيه ضمانه للمواطن وهو بيتبرع ان هو رايح في مكانه الامن. ولكن مع كده برضو في الناحيه الثانيه جمعيات وقعت وسقطت لانها ما قدرتش ان هي توفق اوضاعها، وانا اعرف ان العدد مش قليل. فخلينا نعرف ايه هو مصطلح توفيق الاوضاع. خليني اقول لك موضوع توفيق الاوضاع ده امر مهم جدا، لانه زي ما قلت لك انه عندنا القانون اللي بينظم العمل الاهلي في مصر، ومن هنا كانت فيه امر مهم جدا، انه كنا بنشوف جمعيات عباره عن يافطه ومؤسسات مجلس امنائها ما اجتمعش اصلا ولا قدمت ميزانياتها ولا نعرف عليها حاجه، هي عباره عن ورق في السجلات. من هنا جت الفكره انه يحصل عمليه تقنين للعدد الكبير اللي موجود للجمعيات الاهليه، وهل مردوده على ارض الواقع ده كان حقيقي ولا لا. ومن هنا كانت فكره توفيق الاوضاع ان احنا بنعيد جدوله الجمعيات من اول وجديد، وان الجمعيات تقدم ورقها من اول وجديد، وتقدم تشكيل مجلس ادارتها وتشكيل مجلس امنائها. وزي ما احنا جينا قلنا في الاجراءات بيبقى يعني مثلا في الجمعيه الاهليه او المؤسسه، لو هنرجع كده بالذاكره شويه صغيرين، انه وهي بتقدم اوراقها بتقدم الاسماء وارقام التليفونات ووصفاتهم في العضويه، وبيقدموا كمان فيش وتشبيه، وانه الشخص من شروط الانضمام للجمعيه الاهليه او المؤسسه انه الشخص ما يكونش حكم عليه في قضيه مخله بالشرف او قضيه جنائيه الا لو كان رد اعتباره. فكمان لما حصل ده في اعاده التوفيق بتاعه الاوضاع، الناس قدمت كل هذه المستندات من اول وجديد، قدمت مقرات الجمعيات بشكل كبير جدا، لانه كان في ناس زي ما جينا قلنا هي جمعيات عباره عن ورق وسابوا مقراتهم. وفي حاجة مهمة جدا يا حسام، أنا بعتقد إن هي يعني ميزة مهمة جدا لكل الجمعيات الأهلية، إن في ناس كثيرة كانت خايفة إن هي مش ماشية قانوني، فزي ما بيقولوا كده توفيق الأوضاع عمل عملية مصالحة ما بين الدولة والمجتمع المدني، يعني حالة من الأمان، لأن اللي فات زي ما بيقولوا مات وإحنا بنبتدي من جديد. خليني أقول لك أمر مهم جدا وكويس جدا أنت فتحت الموضوع ده، لأنه وزارة التضامن الاجتماعي وإدارات التضامن الاجتماعي في كل المحافظات وكمان الادارات المركزيه عملت حاجه مهمه جدا. قبل توفيق الاوضاع كل اداره اجتمعت بالجمعيات والمؤسسات عشان تقول لهم ازاي يوفقوا اوضاعهم وايه هو الورق المطلوب. ولما جمعيات تعثرت ما عرفتش توفق اوضاعها، ولما وصلنا للمده القانونيه وقتها اللي اتحددت، تم فتح مد الامر لعده شهور تاني علشان خاطر الجمعيات والمؤسسات اللي ما استوعبتش وما لحقتش ان هي تخلص ورقها عملت ده. توفيق الاوضاع قدر انه هو يحدد ويحط كل الجمعيات في مسارها الصحيح، الجمعيات اللي شغاله بشكل جدي، المؤسسات اللي شغاله بشكل حقيقي، تم اعاده فلتره وهيكله المؤسسات والجمعيات، وبقي لها زي ما جيت قلت لك رقم قومي، وبقي لها محددات وحسابات في البنوك، وبقيتي عارفه ايه اللي داخل واللي خارج، وبقيتي عارفه كل الاجراءات دي. وخدي بالك امر مهم جدا، احنا عندنا جمعيات مركزيه وجمعيات على مستوى الادارات، واكيد في حلقات تاني الجمعيات المركزيه ديت طبعا، وانواع الجمعيات والجمعيات المتخصصه، الجمعيات الدينيه والجمعيات المسيحيه والجمعيات الثقافيه والجمعيات الاهليه، دي عايزه حلقات وحلقات يا حسام، علشان محتاجين كل الناس اللي بتعمل عمل اهلي في مصر تقدر تبقى عندها معلومه حقيقيه. من الحاجات المهمه جدا جدا يا حسام اللي حصلت وتحسب لوزاره التضامن الاجتماعي، ان هم في الفتره اللي هي ابتدى يبقى فيه اهتمام فعلا بالمجتمع المدني ومرحله توفيق الاوضاع، لان الجمعيات ما كانش عندها وعي كافي يعني ايه توفق اوضاعها. ابتدت كمان وزاره التضامن بكل مديرياتها تعمل زي جلسات نقاشيه توعويه تفهم الجمعيات الاهليه ازاي توفق اوضاعها، ازاي ما تخافش، احنا مش اعداء وزاره التضامن والجمعيه الاهليه، احنا جايين عشان نكمل بعض لمصلحه المواطن المصري. فابتدت فعلا تعمل دورات تدريبيه للجمعيات عشان ترفع تاهيلها او ترفع وعيها او تبتدي توفق اوضاعها، علشان ما يكونش عند اي جمعيه اهليه حجه في ان هي مش عايزه تمشي قانوني او مثلا تبقى خايفه من الوزاره او من الدوله.
فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا اللي يحمد عليها أو يشكر وزارة التضامن الاجتماعي. طب خليني اقول لك كمان امر تاني، انه مش كده وبس، مش الدورات التدريبيه في توفير الاوضاع، ده ادوهم دورات ازاي يعملوا الميزانيات، ادوهم دورات تدريبيه وما زالت الدورات دي قائمه، ازاي يقدموا ويعملوا بروبوزل علشان خاطر يقدموا لجهه منحه او يقدموا على مشروع، ازاي يعملوا الحساب الختامي لجمعياتهم. وعايز اقول لك على حاجه، فكره تاني او مبادره تطلع من عندنا هنا في البرنامج، زي ما طلعنا المبادره بتاعت الجمعيات ولازم نصر ان المبادره دي تخرج للنور. كمان امر اخر، احنا محتاجين هنا ان شاء الله انا وانت يا بسنت نقدر من خلال بودكاست كله في الرصيد الخير يزيد ان احنا نعرف ازاي يكتبوا الجمعيات تكتب ازاي مشروع. ما دي يعني هتبقى لما حلقة يكتبوا مهمة مشروع جدا اكيد طبعا. في ازاي تقدر تنمي مصادر دخل الجمعيات. وطبعا انا بدعو لكل حبايبنا اللي هيشوفونا واللي مهتمين بهذا الامر ان انتوا لو عندكم اسئلة ابعتوها لنا ونجاوب عليها. وكمان احنا ممكن كمان نعمل لكم زي كده ايه معلومة في كبسولة توعوية عشان ازاي تقدر تزود من رصيد دخلك في الجمعية الاهلية، ازاي عشان تقدر تكمل، لان مشكلتنا في مصر يا حسام ان احنا ما بنكملش لان ما عندناش معلومه. احنا لازم وده بنوعدكم بيه ان شاء الله من خلال البودكاست ده، انه نعرفكم ازاي تكتبوا مشروع، ازاي تعرفوا الجهات المانحه توصلوا لها ازاي تعرفوا تفرقوا بين الجهه المانحه اللي ليها يعني واجب وطني والكلام ده كله من غيره، ازاي تعرفوا تفرزوا ده بشكل حقيقي. احنا بنوعدكم انه البرنامج بتاعكم ده وانه كله في الرصيد الخير يزيد، انه نكون بالفعل منصه ووسيله وقناه حقيقيه لرفع الوعي عند حضراتكم. يبقى الحلقه الجايه خلينا هنكون معانا حلقه برضو مهمه جدا، ودي بناء عن طلبات حضراتكم، ان احنا هنفرق ما بين انواع الجمعيات الاهليه وازاي الجمعيات التخصصيه ممكن تعمل عمليه ابداع حقيقي في المجتمع وممكن فعلا تسد كل الفجوات، علشان دايما ننام على وطن نختلف فيه ما نختلفش عليه. وعايز اقول لكم سلامات.